السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى تغيير كامل وشامل. هنعمل النهاردة بقى أكلة دايت أو عيش دايت أو باتيه دايت، أي حاجة زي ما تسموها وتحبوا تسموها سموها. هي عبارة عن مكونات بسيطة جدا جدا، لكن من غير دقيق ولا جلوتين للناس اللي عندها حساسية من الجلوتين، والناس اللي بتتعب من الدقيق هيبقى أحلى بديل ليكو. معايا مكونات بسيطة جدا زي ما انتوا شايفينها: حوالي من 80 ل 100 جرام جبنة براميلي حادقة، قطعتين جبنة قريش وسط، 3 بيضات، معلقتين من جوز الهند، معلقة ونص من البيكنج باودر، معلقتين طحينة، معلقتين من السمنة البلدي. هي دي كل مكوناتي، وهحط يا دوب معلقة خل على البيض علشان تمنع الزفارة بتاعت البيض وما احسش بالنفس بتاع الزفارة ده. هاخد كل المكونات الحلوة دي والمغذية، وطبعا ما فيهاش اي حاجة مضرة. معايا 3 بيضات هحطهم بالخل بتاعهم في الخلاط كده، كله في الخلاط يا جماعة. معلقتين السمنة، معلقتين الطحينة. هحط الجبنة القريش بتاعتي وهحط وراها على طول الجبنة البراميلي. دي اللي هتدي الطعم والتست الحلو بقى. الطعم مملح جميل كده. جوز الهند يا جماعة مش هتحسوا بطعمه اللي انتوا عارفينه، لا هتلاقوه حاجة تانية خالص، مدي نفس حلو قوي. معلقة ونص من البيكنج باودر عشان تبقى مفتحة وجميلة كده. جبت صينية بقى وحطيت فيها ورقة زبدة ودهنتها بالسمن كويس. شايفين بقى القوام بتاعه بيبقى عامل ازاي وهو نازل من الخلاط؟ نفس القوام اللي انتوا شايفينه ده. لو اطرى من كده نحط معلقة رز مطحونين او نزود معلقتين كمان من جوز الهند مضروبين برضو. جوز الهند بالنسبة لي كان مفاجأة في الطعم هنا، علشان ما حسيتش بيه خالص ان هو بالطعم المتعارف عليه، لا داخل عامل ميكس حلو قوي مع المكونات. اعملوا لايك يا جماعة، انتوا لسه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي. اللايك بيشير الفيديو وبيخليه ينتشر اكتر وناس كتير تشوفه. خلينا ننفع بعض وننتفع بعلم بعض. رشة بقى من حبة البركة والسمسم كده بعد ما بسويه كويس، كله ارتفاع واحد في قلب الصينية. الفرن والع على 180 درجة. بحطه في الشبكة اللي في النص. بياخد ربع ساعة بالظبط، بتلاقي الحروف احمرت. لو فوق ما احمرش بنولع عليها الشواية ونفضل فاتحين الفرن، لانها بتحمر بسرعة جدا عشان فيها بيض. زي ما انتم شايفين كده طالعة نموذجية.